هاد السيدة سميتها سوزان سميث، مزوجة وعندها 2 الوليدات. واحد النهار بينوها كتبكي وكتدعي ان شي حد من الاصول افريقيه سرق ليها السياره ديالها اللي كان وسط منها الابناء الصغار ديالها. الجميع تعاطف معها حتى لواحد الوقت وقررت الحكومه انها دير ليها هي وراجلها جهاز كشف الكذب باش تعرف هاد القصه والحقيقه ديالها. واكتشفوا باللي واحد النهار سوزان كانت غاديه في السياره ديالها ما عليها ما بها، وفجأة كتفكر الصحيب ديالها او العاشق ديالها كيف كنقولوا. فنزلت من السيارة ديالها حدا واحد البحيرة، ووسط من ديك السيارة كانوا الوليدات ديالها، وبقات كتشوف فيهم. وفي واحد اللحظة كتطلق الفرن امان وكتخلي السيارة ديالها طيح وسط ديك البحيرة وهي كتشوف فيها بعينيها. فحكمت عليها المحكمة بالمؤبد، ولكن راجلها كان عنده رأي آخر، كيبكي وكيقول باللي سوزان سميث كتستحق الإعدام. وفي نظرك انت ولا انتي شنو تستحق هاد السيدة من حكم؟ إلا كان الحكم بيديك شنو تقدر تحكم عليها نتايا؟ واش بالمؤبد ولا الإعدام؟ ولا عندك شي رأي آخر؟ شاركوا معنا في التعليقات ونشوفوا مع بعضياتنا الأحكام اللي نقدروا نعطيو لهاد السيدة.